تخيل معي هذا المشهد. أنت نائم في غرفتك، تحتضن وسادتك، غارق في نوم عميق، وفجأة تسمع صوتا مرتفعا مزعجا متكررا يشبه ضجيج آلة قديمة تعمل في منتصف الليل. تفتح عينيك وتتلفت حولك، فتجد شخصا بجوارك نائما بسلام، غير مبال بأي شيء، بينما أنت غير قادر على العودة إلى النوم بسبب هذا الصوت المزعج. ولكن هنا تتساءل، إذا كان هذا الصوت مرتفعا ومزعجا إلى درجة أنه أيقظني، فلماذا لم يوقظه هو؟ لماذا لم يشعر به؟ هل يتظاهر بالنوم؟ أم أن هناك سرا خفيا يتحكم في الأمر؟ في الحقيقة هذا السؤال حير العلماء طويلا، فقاموا بدراسته من جميع الزوايا، واتضح أن الإجابة لا تتعلق فقط بمدى سماعنا لأصواتنا، بل تتصل بكيفية عمل الدماغ أثناء النوم، وكيف يتعامل مع الأصوات المحيطة بنا، وخصوصا الأصوات التي نصدرها بأنفسنا. فكر معي، عندما نتحدث نسمع أصواتنا، وعندما نضحك نسمع أصواتنا، فلم لا نسمع شخيرنا أيضا؟ أليس من المفترض أن نسمعه؟ هل يوجد في أدمغتنا زر خفي يطفئ الصوت عندما نشخر؟ أم أن هناك تفسيرا علميا وراء هذا الأمر؟ اليوم سنكشف السر الذي حير الكثيرين. لماذا لا نستيقظ على صوت شخيرنا؟ وهل الشخير قد يكون خطرا؟ وما الذي يمكننا فعله لتقليله؟ ما هو الشخير؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال علينا أولا أن نفهم ما هو الشخير. الشخير هو ذلك الصوت المزعج الذي يحدث عندما يمر الهواء عبر مجرى تنفسي ضيق أثناء النوم. هذا الضيق يتسبب في اهتزاز الأنسجة في الحلق، مما ينتج ذلك الصوت الذي نسمعه جميعا. ولكن إذا كان الشخير مرتفعا ومزعجا إلى درجة أنه يوقظ الآخرين، فلماذا لا يوقظنا نحن؟ هل يحاول دماغنا مساعدتنا؟ أم أن هناك سرا آخر في الأمر؟ كيف يعمل الدماغ أثناء النوم؟ لكي نفهم هذه الظاهرة، يجب أن نعلم أن الدماغ لا يكون في حالة تشغيل كامل أثناء النوم. فخلال مراحل النوم العميق يكون الدماغ منشغلا بتنظيم الذكريات وإصلاح الخلايا، مما يجعله أقل استجابة للمؤثرات الخارجية. ولكن إذا كان الدماغ لا يستجيب للأصوات بسهولة، فكيف نستيقظ عند سماع صوت المنبه أو بكاء الطفل؟ الإجابة تكمن في مفهوم الانتقائية السمعية، حيث يمتلك الدماغ القدرة على تصنيف الأصوات وتحديد أهميتها. فإذا كان الصوت يمثل تهديدا أو أمرا طارئا، يستجيب الدماغ بسرعة ويوقظنا. أما إذا كان الصوت مألوفا وغير مضر، فإن الدماغ يقرر ببساطة تجاهله. وبما أن صوت شخيرنا لا يمثل خطرا، فإن الدماغ يتجاهله تلقائيا. لماذا لا نستيقظ من صوت شخيرنا؟ والآن نصل إلى السؤال الأهم، لماذا تحديدا لا نستيقظ عند سماع شخيرنا؟ السبب يعود إلى ظاهرة تعرف بالتكيف الحسي. فمنذ ولادتنا نسمع أصواتنا يوميا عندما نتحدث أو نضحك أو حتى عندما نشخر، فيعتاد الدماغ على هذه الأصوات ويعتبرها جزءا منا، فلا يتعامل معها كأصوات غريبة أو مهددة تستوجب الاستيقاظ. إضافة إلى ذلك، فإن الصوت الصادر عن الشخير يأتي من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي مفاجئ، مثل صوت المنبه أو شخص يناديك، مما يجعل الدماغ يعالجه بطريقة مختلفة وأقل أهمية. دور العادة والتكيف. هل لاحظت يوما أنك إذا عشت في مكان صاخب مثل منزل قريب من مطار أو شارع مزدحم، فإنك مع مرور الوقت تعتاد على الضوضاء ولا تعود تلاحظها؟ الأمر نفسه ينطبق على صوت شخيرنا، فالدماغ يتكيف مع الأصوات المتكررة والمألوفة ويعتبرها جزءا من البيئة الطبيعية، فلا يحفز الاستيقاظ عند سماعها. ولهذا إذا نام شخص بجوارك وشخر لأول مرة قد تستيقظ بسهولة. ولكن إذا كنت أنت من يشخر، فإن دماغك يعتاد على الصوت ولا يحفز الاستجابة له. هل الشخير خطير؟ لكن هل يعني هذا أن الشخير ليس مشكلة؟ الإجابة ليس بالضرورة، ففي بعض الأحيان يكون الشخير أمرا بسيطا، مثل نتيجة النوم على الظهر أو الإصابة بالزكام. ولكن في حالات أخرى قد يكون الشخير علامة على مشكلة صحية خطيرة، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو اضطراب يتسبب في توقف التنفس لفترات قصيرة أثناء النوم. وفي هذه الحالة يستيقظ الجسم بشكل غير واع لاستئناف التنفس،
مما يؤدي إلى شعور الشخص بالإرهاق والتعب عند الاستيقاظ. فإذا كنت تعاني من الشخير بصوت مرتفع جدا أو كنت تشعر بالإرهاق عند الاستيقاظ، فمن الأفضل استشارة طبيب. نصائح لتقليل الشخير. إذا كنت ترغب في تقليل الشخير، فإليك بعض النصائح المفيدة. حاول أن تنام على جنبك بدلا من النوم على ظهرك، لأن النوم على الظهر يسبب ارتخاء عضلات الحلق ويزيد من الشخير. إذا كنت تعاني من الوزن الزائد، فحاول فقدان بعض الوزن، لأن ذلك قد يساعد في تحسين التنفس وتقليل الشخير. تجنب التدخين وتناول المشروبات الكحولية قبل النوم، لأنها تسبب ارتخاء عضلات الحلق وتزيد من الشخير. إذا كنت تعاني من الحساسية أو انسداد الأنف، فاحرص على علاجها لتحسين تدفق الهواء أثناء النوم. في النهاية، فإننا لا نستيقظ على صوت شخيرنا لأن أدمغتنا تعتبره صوتا مألوفا وغير مهدد. ولكن هذا لا يعني أن الشخير ليس مشكلة، خاصة إذا كان يؤثر على جودة النوم لديك أو لدى من حولك. لذا، إذا كنت تعاني من الشخير المفرط، فلا تتردد في طلب الاستشارة الطبية. إذا أعجبك الفيديو، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة حتى نواصل معا استكشاف أسرار الجسد البشرية. شكرا لمشاهدتك، ونلتقي قريبا في فيديو جديد.